تعرف انك عندك فرصة مثالية علشان تغير حياتك وتحول كل الحاجات اللي نفسك تعملها وبتحلم تحققها لعادات في يومك الروتيني. والله خليني اقولك ازاي. لا ثواني غلط، في فرجة. خليني نقولك ازاي. كلنا عندنا حاجات كتير مش عارفين نعملها خالص، كل لما نبدأ في حاجة فيهم بعد يومين ننساها او نبطل نعملها. هو ده ليه بيحصل؟ ببساطة ده بيحصل لانك بتبدأ تعمله بدافع الحماس. لما تتحمس انك تعمل دايت او تقرا كتاب، الحماس ده هو اللي بيزقك علشان تعمل الحاجة دي لكام يوم، وبعدها مش بيبقى فيه سبب يخليك تكمل، وروتين حياتك بيبقى مستغرب ايه اللي انت جايبه لنا ده كمان. علشان كده في الاغلب بتستسلم للطريق الاسهل وترجع لروتين حياتك تاني. طب والحل؟ الحل مش احنا اللي جايبينهولك، الحل هو اللي جايلك لحد عندك وبيقولك استغلني بس. عندك 30 يوم في شهر رمضان الكريم، اغلب تفاصيل حياتك هتتغير فيه، مواعيد اكلك، نومك، مذاكرتك، كل ده هيتغير غصب عنك. فمفيش فرصة احسن من كده علشان تعمل فيها حاجات كتير من اللي نفسك فيها دي. وما تخافش، انت اصلا هتبقى حاسس ان كل الحاجات اللي بتعملها مختلفة، ومفيش في ايدك حاجة تعملها علشان ترجع روتينك القديم. ده هيسمح لاي حاجة انت عايز تعملها انها تنسجم في يومك من غير ما تحس حتى. يلا بقى بسرعة، هات ورقة وقلم واكتب الحاجات اللي هتعملها من النهاردة كل يوم كل يوم ولحد آخر شهر رمضان. الدايت، القرآن، الرياضة، القراءة، صلة الرحم، زود كل اللي نفسك فيه، وابدأ حط صورة في ذهنك لتسلسل يومك في رمضان. بعد ما زودت عليه الحاجات دي كلها، يومك بقى زحمة شوية، مش مهم، حاجة كويسة انك تخلي نفسك دايما مشغول بحاجات مفيدة. من أول يوم في رمضان بقى هنبدأ نطبق اليوم ده بحذافيره كلها، وأوعدك انك هتحس بمتعة كبيرة جدا وانت بتعمل الحاجات اللي نفسك تعملها من زمان دي. بس انا كده ما غيرتش حياتي، بمجرد ما رمضان يخلص هرجع تاني للروتين القديم. لا، خبراء التنمية البشرية بيقولوا ان الانسان محتاج تقريبا 21 يوم علشان يحول اي حاجة لعادة. يعني الحاجات اللي انت زودتها على يومك دي لو حافظت عليها طول الشهر هتبقى من عاداتك ومترسخة في حياتك قبل ما رمضان يخلص ان شاء الله، وبكده هتاخدها معاك لروتينك بعد رمضان كمان. يلا قولوا لنا في الكومنتس ايه الحاجات اللي عايزين تعملوها في رمضان السنه دي، وازاي هتزودوها على اليوم بتاعكم وهيبقى عامل ازاي. ولو لسه ما فكرتش فيهم انزل شوف اصدقائنا هيعملوا ايه وخد افكار منهم عادي، اصدقائنا كرمه ومش هيمنعوا. نشوفكم الفيديو الجاي.